بطولات في جميع الألعاب الرياضية. بس بما إن لعبة كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، أنا النهاردة هتكلم عن أول بطولة حصل عليها النادي الأهلي في لعبة كرة القدم. أول بطولة حصل عليها النادي الأهلي في لعبة كرة القدم هي بطولة كأس السلطان حسين، ودي تعتبر أول بطولة في تاريخ كرة القدم المصرية، وبدأت البطولة سنة 1917، وكان أول مرة يفوز بها النادي الأهلي كان في سنة 1923، وهو صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة بعدد 7 ألقاب. كعادة النادي الأهلي إنه يكون صاحب الرقم القياسي بالفوز بأي بطولة محلية، وهو في نفس الوقت آخر بطل لآخر نسخة من البطولة، واللي كانت آخر نسخة سنة 1938، واللي اتحولت بعد كده لدوري المناطق وكأس مصر. وهنتكلم دلوقتي عن إزاي جت فكرة إنشاء البطولة والهدف من تأسيسها، ومين هم أبطال ال 22 نسخة اللي اتلعبوا من البطولة، وليه النادي الأهلي كان رافض المشاركة في البطولة من الأول. أولا البطولة اتسمت على اسم السلطان حسين كامل، واللي كان سلطان مصر من سنة 1914 لحد سنة 1917، وفي الوقت ده كان في اتحاد اسمه الاتحاد المختلط للأندية المصرية، واللي أسسه واحد يوناني اسمه مستر بولانكي. والاتحاد ده كان بيضم الأندية المصرية وفرق الجيش الإنجليزي، وكان في صراع دايما ما بين الاتحاد المختلط للأندية وما بين المصريين اللي رافضين لوجود الاتحاد من الأساس، وكانوا شايفين إن المفروض يكون في هيئة أو كيان مستقل بعيد عن سلطات الاتحاد المختلط يكون مسؤول عن الأندية المصرية بس. أما عن صاحب فكرة إنشاء البطولة هو الصحفي إبراهيم علام جهينة، وده كان شخص على علاقة كويسة بالسلطات الرياضية في الاتحاد المختلط. وفي يوم راح هو وواحد صاحبه اسمه مصطفى حسن لواحد اسمه مستر مدويل، ومستر مدويل ده كان نائب رئيس تحرير جريدة إيجيبشيان ميل، وعرض عليه فكرة إنشاء بطولة في لعب كرة القدم، وهتكون ما بين الأندية المصرية وفرق الجيش الإنجليزي. وفعلا أعجب بالفكرة جدا، وراح مستر مدويل لحد قصر عابدين علشان يقابل المستشار الإنجليزي اللي موجود هناك في القصر، وعرض عليه الفكرة علشان يبلغ بيها السلطان حسين كامل. وفعلا لما اتعرضت الفكرة على السلطان حسين كامل وافق فورا، وفي يوم 26/8 سنة 1916 نشر مستر مدويل دعوة للأندية المصرية وفرق الجيش الإنجليزي علشان الاشتراك في البطولة، وسرايا عابدين كانت مقدمة كل التسهيلات علشان تقوم البطولة. وفي يوم 1/4 سنة 1917 اتصل مستر مدويل على الصحفي إبراهيم علام جهينة علشان يروح لمحل مجوهرات شيفيلد وعنوانه في شارع ثروت علشان يختار الكاس اللي هيتقدم لأول بطل لبطولة كاس السلطان حسين، وقال له إنه يبعت فواتير الشراء على سرايا عابدين. والاتحاد الرياضي المختلط نظم البطولة فعلا، وكانت لجنة التنظيم مكونة من مستر مدويل الرئيس والأستاذ إبراهيم علام جهينة سكرتير، وكان معاهم 4 أشخاص في العضوية من ضمنهم 2 ضباط إنجليز. وفي سنة 1917 انطلقت أول نسخة من البطولة بمشاركة فريق مصري واحد بس، وهو نادي الزمالك اللي كان في الوقت ده اسمه نادي المختلط. أما عن سبب رفض النادي الأهلي المشاركة في البطولة وليه شارك في البطولة بعد كده، ده اللي هنعرفه بس بعد شوية لما نعرف مين هم أبطال ال 22 نسخة اللي اتلعبوا من البطولة. في البداية كانت الهيمنة لفرق أسلحة الجيش الإنجليزي، لأنهم قدروا إنهم يكسبوا أول 4 نسخ من البطولة ورا بعض من بداية سنة 1917 لحد سنة 1920، وتجي بعد كده كسر الهيمنة الإنجليزية على البطولة عن طريق نادي المختلط، وقدر إنه يكسب البطولة سنة 1921 كأول نادي مصري يكسب البطولة لما قدر إنه يفوز على فريق شدودس البريطاني بنتيجة 2-1. وتجي السنة اللي بعدها سنة 1922 وقدر إنه يكسب نفس الفريق بس المرة دي بنتيجة 3-1. وتجي بعد كده سنة 1923 وأول بطولة تدخل دولاب النادي الأهلي في لعب كرة القدم لما فاز على فريق دراجونز البريطاني بنتيجة 3-1، وقدر إنه يكسب 6 ألقاب بعد كده من البطولة. والنادي الأهلي قدر إنه يوصل لنهائي البطولة 11 مرة، ومن ال 11 مرة كسب منها 7 ألقاب كأكتر نادي حصول على البطولة في جميع الفرق المشاركة، على الرغم من إن النادي الأهلي ما شاركش في أول 6 نسخ من البطولة غير مرة واحدة بس كانت سنة 1918. أما عن أبطال ال 22 نسخة اللي اتلعبوا من البطولة من سنة 1917 لحد سنة 1938 وهم النادي الأهلي بعدد 7 ألقاب، والنادي المصري البورسعيدي بعدد 3 ألقاب، ونادي الزمالك ونادي السكة الحديد ونادي الترسانة لكل نادي منهم بطولتين. أما الفرق اللي كسبت البطولة مرة واحدة بس وهم نادي بور فؤاد والاتحاد السكندري من مصر وفريق سلاح الإشارة وفريق سلاح المدفعية وفريق سلاح المشاة وفريق شدودس البريطاني، والأربع فرق دول تبع الجيش الإنجليزي. والحقيقة البطولة كان ليها فضل كبير في لعب كرة القدم المصرية علشان في الوقت ده كانت كل الماتشات بتتلعب بشكل ودي، لكن لما ظهرت البطولة خلقت نوع من المنافسة بين الفرق وبين بعضها. ده غير كمان إن الجمهور بقى عنده شغف للبطولة علشان يشوف الفريق اللي بيشجعه وصل لإنجاز إنه يكسب البطولة أو إنه يوصل لأبعد نقطة في البطولة، لأن طبعا كل نادي وليه محبين وليه مشجعين في كل مكان في مصر.
ودلوقتي هنتكلم عن ليه النادي الأهلي رفض المشاركة في البطولة وليه شارك في البطولة بعد كده. وعلى فكرة ما كانش النادي الأهلي بس اللي كان رافض المشاركة في البطولة، لا ده كان في أندية تانية برضه ماشية على نفس النهج بتاع النادي الأهلي. وهو في العموم سبب الرفض واحد، ده كان هيخص بالكلام النادي الأهلي بس. لو أنت من متابعين قناة النادي الأهلي، في فيلم وثائقي اتذاع على القناة وكان بعنوان الأهلي نادي الوطنية 114 سنة. والفيلم الوثائقي ده استشهد بوثيقة من مجلة المضمار بعنوان قرارات الأندية المصرية واللعب مع الأندية الإنجليزية، وده كان العنوان. أما عن التفاصيل أنا هقول التفاصيل زي ما جاء في الخبر بالظبط. قررت لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي بالجزيرة عدم اللعب بتاتا مع أي فريق إنجليزي سواء كان في المسابقات أو أي ماتشات ودية، وقررت كذلك عدم اللعب مع أي نادي أو فرقة مصرية تخرج من هذا القرار. وده كان قرار النادي الأهلي، واتفق مع القرار ده نادي زي السكة الحديد ونادي منتخب المدارس ونادي العباسية ونادي النيل. طبعا الأندية دي في الوقت الحالي ملاش أي وجود على خريطة كرة القدم المصرية، لكن في وقتها كان لها ثقل وكان ليها محبين ومشجعين. وفي يوم 25/10 سنة 1922 كان في اجتماع لاتحاد الكرة المصري اللي كان لسه حديث العهد، واتحاد الكرة المصري قرر فيه على تعيين لجنة بتمثل الاتحاد في لجنة تنظيم بطولة كأس السلطان حسين. ووافقت الجمعية العمومية للبطولة على أن تكون لجنة تنظيم بطولة كأس السلطان حسين هتكون مكونة من لجنة منصفة ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم واللي بيضم جميع الأندية المصرية والاتحاد المختلط اللي بيضم فرق الجيش الإنجليزي. وسبب موافقتهم في كده إن عدم مشاركة الأندية المصرية هيؤدي لفشل البطولة. وحصل اجتماع تاني في يوم الخميس 9/11 سنة 1922، وفي الاجتماع ده اتنازل الاتحاد المختلط لكرة القدم عن دوره في تنظيم البطولة عشان تكون تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الكرة المصري، لكن بشرط هو السماح لأندية فرق الجيش الإنجليزي بالمشاركة في البطولة. واتشكلت لجنة تانية علشان تنظم البطولة، واللجنة دي كانت مكونة من مصطفى السيسون رئيس وإسماعيل أفندي يسر سكرتير، وكان معاهم محمد أفندي صبحي أمين صندوق، وكان معاهم 4 أشخاص في عضوية لجنة التنظيم من ضمنهم الأستاذ إبراهيم علام جهينة. والنادي الأهلي لما شارك في البطولة سنة 1918 شارك فيها بعد إلحاح من الأستاذ إبراهيم علام جهينة، وكان بيناشد المسؤولين في النادي الأهلي إن البطولة بتحمل اسم سلطان مصر، ومن حق النادي الأهلي إنه يمثل مصر في البطولة ويظهر قدرات الأندية المصرية قدام الفرق العسكرية للجيش الإنجليزي. وعشان كده شارك النادي الأهلي في البطولة سنة 1918، ورجع تاني رفض المشاركة في البطولة لاعتبارات كتيرة أهمها إن تكون البطولة تحت تنظيم مصري بالكامل لحد لما تحقق هدف النادي الأهلي وهو تنظيم البطولة تحت هيئة مصرية، والهيئة دي كانت اتحاد الكرة المصري. وعشان كده رجع تاني النادي الأهلي للمشاركة في سنة 1923. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة، بس يا ريت دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير.